ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير وباحسن حال. صلوا على النبي. حبايبي ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. تعالي اوريكي بكوبايه واحده من الشعريه، نشوف عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي ليها دفينا في الشتاء. تمام. هنا هنسمي الله وهنجيب حله وهنزل فيها بشويه من الزيت. تمام. وكوبايه من الشعريه اللي احنا بنحطها على الرز. تمام. هنقلب فيها لغاية لما تبقى باللون الذهبي اهو. هنقلب فيها، مش هنسيب ايدينا من الحلة عشان ما تتحرقش مننا اهو. بعد ما بقي لونها ذهبي بالشكل ده. تمام. هنزل عليها بنص كوباية من المية. تمام. بس هي احتاجت مني نص كوباية تانية، يعني التوتال بتاع المية اللي انا نزلت بيه كوباية كاملة. هنسيب لغاية لما الشعرية تستوي تماما في كوباية المية اللي انا حطيتها لها وتشرب المية خالص اهو. طيب انا سايبه وبطيت وسبتها لغاية لما تستوي براحتها. هنا معايا كوبايتين من اللبن اللي هو الحليب. تمام. ومعايا باكت من اللي هو الكريم كراميل. مش هستخدم الكراميل، هستخدم اللي هو البودر الكراميل. تمام اهو. هنفضي الباكت كله وهنقلبه كده، وهنزل عليه بمعلقتين باتنين من السكر. لو مش بتحب الحاجة مسكرة خلاص اكتفي بالبودر بتاع الكراميل، هو فيه سكر. وهنزل عليه بمعلقتين ممسوحين من النشا اهو. هنقلب كل الخليط ده مع بعض اهو. انا بقلب على البارد، يعني كل الخليط ده بارد معايا مش سخن. بعد ما الشعريه استوت معايا وشربت كل كميه الميه اللي انا حطيتها لها، اللي هي كوبايه الميه، هنزل عليها بالخليط اللي انا عملته ده وهفضل اقلب. طبعا ايدي مش هتسيب الشعريه خالص. هنفضل نقلب عشان ما تتكتلش منينا وتتقل اهو. نفضل نقلب نقلب كده لغايه لما القوام بتاعها يبقى متماسك وحلو. في الحاله دي لو لقيتي ان الخليط بتاعك تماسك خالص وتقلت خالص، ممكن تزودي شويه لبن. لو ما عندكيش لبن استبدليهم بشويه ميه. لا لقيتي الخليط كويس، انا بالنسبه لي كده الخليط كويس. لا حسيتي ان هو تقيل زي ما قلنا، ممكن تزودي له ربع كوبايه من اللبن او الميه. تمام. والشعريه دي بتتاكل سخنه اهو. نحطوها بقى في البولات بتاعتنا. لزوم سهرة الخميس بقى، لزوم الدفا، هتبقى معاكي حلوة جدا. لو جالك ضيوف وقدمتي منها حلوة جدا وجميلة جدا اهو. والكراميل اللي فيها البودر الكراميل تحفة تحفة تحفة. عايزة تزيني بشوية مكسرات من فوق زيني، مش متاح خلاص.